اتكلمنا معاكم الحلقة اللي فاتت عن الحياة في ساحل البحر الأبيض المتوسط، تقدروا تشوفوها. والنهاردة هنكمل كلامنا معاكم عن وادي النيل. أهلا بيك في بيت الحياة قلب العنخ. وادي النيل ما كانش بيفصله إلا فاصل صحراوي بينه وبين الممالك المجاورة، وكان بيتمتع بمناخ شبه الممالك اللي جنبها. كمان كان في حيوانات زي اللي موجودة في الممالك دي، ومفيش شك إن الأسنان والعظام اللي استخرجوها من مصب النيل سدت النقص اللي كان موجود في سلسلة الملاحظات اللي عملوها علماء الحيوان والنبات للعهد ده من مراكش لحد تونس. ورغم إن دراسة العلماء دول متمتش، إلا إنها معروف إنها كانت لتماسيح وحيوانات ثديية عظيمة زي الفيل وجاموس البحر والتيران. والعظام والأسنان اللي استخرجوها دي لقوا إنها بتشبه حيوانات منسوبة للعصر الحجري القديم السفلي اللي لقوها في أفريقيا الشمالية. وعلى الرغم من الرواسب النيلية في الوقت ده كان فيها بقايا بشرية، إلا إن من ناحية تانية لقينا في آلات شيلية وأشيلية زي اللي لقوها في أوروبا في العهد ده. وعشان كده كانت الحيوانات والجو متشابهين في الجهتين، ولقوا بالفعل بلط متجمعة في كل حتة على سطح الأرض وفي كل مكان، زي الهضاب والمرتفعات اللي انحصرت عنها المياه، وكمان في قاع الوديان. وبكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة. استنونا في الجديد، ولو استفدت ما تنساش تفيد غيرك.